السلام عليكم اخواني الاعزاء ومتابعينا الكرام. اليوم زارني شخص جدا محترم، هو متواصل وياي على الصفحة ويتابع اني شلون انشر. فقال لي عندي ابني صار له فترة طويلة يعاني من آلام بالظهر وهو يشتغل ثقيل، فأرجو أن تشوف لي إياه. فقلت له شو وقت بدأ الألم؟ قال لي عندي ألم بأسفل الظهر ويروح شوية على الصفحة اليسرى بالظهر وينزل خفيف على رجلي اليسرى. فقلت له زين واقع شيء؟ قال لي لا كل شيء ما بيه. فسألته الأبو قلت له زين يعني ما وديته من 2018 لي هسه؟ هذا مواليد 2000 وزنه يطلع تقريبا 77 هيك، يعني شيء محترم، يعني رياضي مبين عليه، ليش هيك متأخرين وياه؟ كان يقول لا والله وديناه الواحد وبس فحص رجل وقال له انت عندك انزلاق فاخذ هاي الابر وهاي الادويه، ويقول احنا جربناها وهو الولد رفض ان ياخذ الادويه والابر وده يقول انه انا ما محتاج هذا الشيء وما ادري شنو. المهم بالنهايه وصل لي يمي. انا هنا احب اقول لكم شغله اللي سالت اياها، قلت له زين هو من قال لك عندك انزلاق؟ سوالك رنين؟ قال لا ما سوالي، بس شار رجلي وقال لي هذا عندك انزلاق. طبعا هو هذا اكو قياس اسمه لازك تيست، هذا يقيسون ويشوفون هل اكو العصب دا ينسحب بهاي الحركه لو لا. لكن اخوان هذا غير كافي ان تقول له عندك انزلاق وانت ما ماخذ له رنين. على الاقل اخذ الدليل القاطع على وجود الانزلاق. هذا بالعلم شويه مرفوض. المانيا اصلا ممنوع الشخص ينطي تشخيص بدون ادله علميه. على كل احنا نرجع الموضوع هذا الشخص احنا شلون نتعامل وياه بعلم الحركه بمبدا البايوميكانيك. نريد نعرف وين الخلل الحركي. الولد بالفحص العام للامام للخلف للجوانب بدأت تبين عنده آلام، سويت له البالانس تيست شمر على اليسرى، عرفنا انه اكو خلل هنا، فرق بطول الارجل وعجاج بالعمود الفقري. قلت له انت مشكلتك 1 2 3، بس انا اريد دليل قاطع علمي. فالولد امل لنا الاشعات من وضع الوقوف، واذا يتضح انه عنده رجل اليسرى اقصر تقريبا 10 ملم من اليمين. هاي الاشعه شوفوها. اللي اثار اهتمامي بهاي الاشعه من وضع الوقوف للحوض هو الفرق بطول الارجل، شلون رجل اليسرى نازله. واللي اكثر ومهم في هذا الفيديو بدي اشرح لكم اياه، شوفوا الفقره الرابعه والخامسه راح اسوي لكم عليها دائره، شلون الفقره على مود تتكيف للفرق بطول الارجل انعوجت على الصفحه وكبست الغضروف من جانب ومن جانب اخر فتحته. يعني هذا لو مسوي له رنين سيطلع عنده الغضروف من هاي الجهه صاير تمدد بروتروجن، ومن الصفحه صاير بلجنج انتفاخ. وهذا اللي هم جاي يحجون به انه انزلاقات، لكن هو ما منزلق، هو مجرد الفقره راحت للجانب على مود تتكيف للقصر الحاصل بالرجل اليسرى وراحت على صفحه على اليمين، لان هاي يسموها كومبنسيشن. كومبنسيشن شنو يعني؟ توافق، ادابتيشن، تكيف على مود الجسم يرجع يمشي بالطبيعي. طبعا هذا يولد له خلل حركي بالرجل وبالظهر. يعني هنا هاي المشكله مالته شنو؟ هو عنده مشكلتين هنا. مشكله الفرق بطول الارجل، مشكله ميكانيكيه بحته بطول العظام. 2 سواله خلل بالحركه بسبب النيوروماسكولار فانكشن اللي لازم يشغل العضلات مال الظهر بصورة متوازية. بسبب الفرق بطول الأرجل بعد ما توصل معلومات متوازية تصير معلومات على الصفحة اليمنى أكثر من اليسرى، ولهذا يطلع عندي بالجهاز بهالشكل. لاحظوا أخوان هاي الصورة أريد أشوفكم إياها، شلون أنا من يقعد على الجهاز أكشف عنده الصفحة اللي مشمور عليها العمود الفقري اللي تكيف للفرق بطول الأرجل، وهذا في أغلب الأحيان يطلع عندي بهالشكل. إذن
أني بالكمبيوتر عندي أقيس حركة جسم الإنسان بدون جاذبية على مود أشوف الإعازات العصبية النيوروماسكولار فانكشن طالعة من الدماغ ورايحة على العضلة. هل صاير بيها خلل؟ هنا أبدي أكشف المصدر مال الألم. فهذه الأشعة مهمة أن تشوفوها، وشوفوا الفقرة شلون نامت على الفقرة الأخرى على مود تتكيف الفرق بطول الأرجل. هذا هو مصدر الألم، الإعوجاج بالعمود الفقري اللي سببه الفرق بطول الأرجل. طبعا هو يقول لك أنا عندي بعض مرات تصير آلام بالرقبة، بس أنا أعطيكم بيها جارنتي هاي جاية بسبب السيستم من جوا هو مضروب، يعني السيستم الحركي عنده من جوا لي فوق مضروب. أنا شو أسوي له بعلم الحركة؟ لا أنطي أبر ولا أنطي جراحة ولا أنطي أدوية، أنا أحاول أقوم له السيستم الحركي. أكو حركة خاطئة تصير بسبب الفرق بطول الأرجل والإعوجاج بالعمود الفقري اللي هو نتيجة الفرق بطول الأرجل، أبدي أقوم له. يعني أنت عندك هذا الحائط ب9 طابوقات وهذا الحائط ب10 طابوقات، السقف انعوج، أنا شلون أقدر أعدل السقف إذا ما أخلي لي طابوقة جوا الحائط الأنصة؟ إذن أنا لازم هنا أتغلب على المشكلة الميكانيكية اللي صايرة بالفرق بطول الأرجل، وأبدي أروح أشتغل على برمجة الإعازات العصبية اللي جاي تروح وين للعضلات على مود أقومها. طبعا بهيج حالة راح أبدي أشتغل على الجهة اليسار حتى أرجع العمود الفقري إلى مكانه وتخلص المشكلة من جذورها. طبعا أنا كشفت لك هاي المشكلة، يبقى النجاح ما يعتمد فقط علي. يعني أنت إذا قعدت هنا والفرة سويتها 50% ما راح تطيب، هاي يراد لها شغل وإعازات من عندك على مود تبرمج الدماغ البرمجة الصحيحة. إذن النجاح ما يعتمد فقط علي، يعتمد عليك همتين. التزامك هو المهم. كل علماء الاجتماع اتفقوا على أنه النجاح بألف باب، لكن ما تقدر تدخل لأي باب بدون الالتزام. يعني شلون أقول لكم الرياضي إذا ما التزم بالتدريب ينجح؟ لا، ما ينجح. الطالب إذا ما التزم بالتعلم ودراسة المادة يقدر يروح ينجح؟ لا، ما ينجح. زين عيني؟ فأنتوا انتبهوا على هاي الحالات. أي واحد يقول لك عندك انزلاق، عندك سوفان بدون أدلة علمية، حاجة يقول له هذا ماكو هيجي، أنا أريد أدلة علمية. ينطيك أدوية بدون أدلة علمية، هذا خطأ شائع لازم تتفادونه. زين عيني؟ فانتبهوا على مصدر الألم اللي الطب الكلاسيكي ما يكشفه، لأن الطب الكلاسيكي يروح يبحث عن الأعراض ويريد يتخلص من الأعراض. أنا لا، أروح أبحث عن مصدر الألم اللي ما يكشفه الطب الكلاسيكي وعلى المسببات اللي ما يكشفها الرنين، على مود أتخلص من جذور المشكلة وأنجح في تقويم هذا الشاب على مود يعيش حياته بصورة طبيعية ويبني أسرة ويكون نموذج لها على مود ينجح المجتمع. فأنا بهذا الفيديو أتمنى أن يكون قد وصل لكم الفكرة أنه ليس بسهولة أن تحصل على تشخيص بدون أدلة علمية، حاجج من أجل العلمية وليس من أجل المحاججة. فتقبلوا تحياتي وفائق احترامي وتقديري، أخوكم عدنان السمر.